بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هنعمل يونيفورم للمدرسه باللون الكحلي. جاكيت بناتي او الخيط المستخدم هنستخدم 3 بكرات خيط صوف اللون الكحلي. البكره 100 جرام، فتله متوسطه السمك، وابره رقم 3.5 ملم اهي، ومقص مزوره للقياس، والعلامات او الماركه. قبل ما نبدا الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. احنا هنعمل الجاكيت بطريقه الصدر المربع لسن 10 سنين. هنرتفع 96 غرزه سلسله. ال 96 دولت هيتقسموا ازاي؟ الصدر المربع طبعا الصدر هيبقى مفتوح من قدام كده، هنقسم ال 26 للظهر، و15 من الامام من الجهه دي، و15 من الامام، و18 للكم، وهنا 18 للكم. وطبعا في هنا ركنه او زاويه، وهنا زاويه، وهنا زاويه، وهنا زاويه. الزاويه عباره عن عمود، سلسله عمود. معنى 26 وال15 وال15 بتوع الامام، وال18 وال18. عملت 96 غرزه سلسله. شغل كده هنلف السلاسل، نشتغل في الحلقه الخلفيه اللي هي الضلع الثالث. ندخل في الضلع الثالث اللي هو عامل زي نص دايره. هنعمل تاني عمود بلفه، لان السلاسل هنعتبرها بعمود كده. تاني عمود بلفه، ونكمل السطر كله اعمده. عملنا غرز عمود بلفه 96 غرزه عمود. تمام. يبقى انا قسمت ال 96 غرزه. اول حاجه 15 للامام، وبعد ال 15 غرزه الغرزه بتاعت التزايد اللي هي فيها العلامه، وبعد كده 18 للكم، والغرزه بتاعت التزايد بعد 18 غرزه فيها العلامه، و26 غرزه للظهر كده لغايه قبل العلامه، والعلامه دي بتاعت التزايد، الغرزه بتاعت التزايد. وبعدين الكم من الناحيه الثانيه 18 غرزه من بعد العلامه، وديت الغرزه بتاعت التزايد او العلامه اللي هنعمل فيها تزايد. وتفضل 15 غرزه اللي هم بتوع الصدر من الامام من الجهه الاخرى. يبقى احنا كده قسمنا الصدر المربع. السطر اللي بعد كده ب3 غرزه السلسله بمثابه اول عمود، 1 2 3. ناخد بقطع الابره ونلف الشغل، وندخل في الغرزه اللي بعدها نسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من حلقتين. نعمل كده. وصلنا للعلامه او الغرزه بتاعت التزايد. هنشيل العلامه ونعمل في الغرزه ديت تزايد، عباره عن عمود سلسله، عمود في نفس الغرزه او غرزه الفي اللي هي دي. هنكمل هو في غرز التزايد. تمام. نرتفع في 3 سلسله. السطر اللي بعد كده بمثابه اول عمود. ناخد بقطع الابره نلف الشغل، نشتغل فوق كل عمود لغايه لما نوصل للركنه بتاعت التزايد. عمود على كل غرزه عمود كده. وصلنا للتزايد. هنعمل عمود على راس العمود بتاع التزايد بتاع غرزه الفي، وهنخش في الفراغ اللي هو مكون من سلسله. هنعمل غرزه في اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الفراغ، وهنعمل غرزه عمود على راس العمود بتاع غرزه الفي اللي في السطر اللي فات كده اهو. ونكمل كده. عملت عمود على كل عمود. هنا للتزايد او لغرزه الفي اهي. غرزه الفي اهي فيها ضلعين، عمود سلسله عمود. هنعمل عمود على راس العمود الاول كده، ونعمل غرزه في قلب الفراغ اللي هي عباره عن عمود سلسله عمود في نفس الفراغ. تمام. ونعمل عمود على الضلع الثاني بتاع غرزه الفي، ونكمل. ارتفعت بعدد من السطور لغايه لما حصلت على محيط دوران الدراع. للسن ده محيط دوران الدراع هنطلعه من جدول المقاسات لسن 10 سنين بيساوي 23 سم كده. ده محيط الدراع، محيط دوران الدراع اهو، من اول العلامه لغايه العلامه بيساوي 23 سم. من عند العلامه لغايه عند العلامه بيساوي 23 سم اهو.
يبقى كده احنا خلصنا السطور بتاعت التزايد. هنبتدي نقفل الكم. نرتفع ب3 غرزة السلسلة ونلف الشغل، ناخد لفة على الإبرة، نعمل غرزة عمود على كل غرزة عمود لغاية لما نوصل للعلامة. كده أنا عملت غرز عمود بلفة على كل غرزة، وصلت للعلامة. ناخد لفة على الإبرة وندخل في الفراغ، نسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط نطلع من حلقتين عمود عادي، عمود بلفة عادي. وبعدين هنعمل 3 سلاسل، 1 2 3. ناخد لفة على الإبرة ونتخطى كل الجزئية دي بتاعت الكم، وندخل لغاية لما نوصل للعلامة. ندخل نعمل عمود بلفة. وانا كده قفلت الكم وعملت السلاسل. هنشتغل عمود على كل عمود، ده في منطقة الظهر لغاية لما نوصل للعلامة بتاعت الكم التاني. كده وصلنا للعلامة التانية بتاعت الكم التاني، اشتغلت الظهر. ناخد لفة على الإبرة وندخل في الفراغ، نعمل عمود بلفة ونعمل 3 سلسلة، 1 2 3. ونتخطى كل الجزئية بتاعت الكم لغاية لما نوصل للعلامة التانية. ناخد لفة على الإبرة وندخل في الفراغ، نسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط نطلع من حلقتين عمود بلفة عادي. يبقى احنا كده قفلنا الكم التاني اهو. تمام. هنشتغل غرز عمود بلفة عادي على الجزء بتاع الصدر الأمامي. كده خلصت غرز العمود بلفة على الجزء التاني من الصدر. نرتفع ب3 سلسلة، ناخد لفة على الإبرة ونلف الشغل، نشتغل عمود على كل عمود لغاية لما نوصل للسلاسل اللي هي تحت الباط اللي هي دي. اشتغلت الجزء الأول من الصدر، وصلنا للسلاسل اللي هي بتاعت الباط. نشتغل فيها 4 غرزة عمود، 1 2 3 4. عملنا 4 غرزة عمود. هنكمل على كل غرزة عمود لغاية لما نوصل للسلاسل، وهنعمل جوه السلاسل 4 غرزة عمود بلفة. تمام. كده انا عملت السطر بتاع تقفيل الكم اهو، ادي الكم الاول وادي الكم الثاني. هنعمل كمان سطر نشوفهم كام غرزة على كل عمود، غرزة عمود. خلاص كده العلامات دي مش محتاجينها تاني، هشيلها. كده انا عملت سطر بعد ما قفلت تحت الباط، وعديت الغرز لقيتهم 92 غرزة عمود بلفة. وال 92 بيقبلوا القسمة على 4، لان احنا هنعمل غرزة اللي هي غرزة الصدفة والعمود الامامي. هنأسس للغرزة الاول، هنرتفع ب3 سلسلة في اول السطر، ودي بمثابة اول عمود، ونسيب 2 غرزة فراغ، وندخل في الغرزة الثالثة ونعمل صدفة عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود. نسيب غرزة وندخل في اللي وراه نعمل عمود بلفة، هنسيب غرزة ندخل في اللي وراه نعمل غرزة صدفة اللي هي عبارة عن 2 عمود سلسلة 2 عمود في نفس الغرزة. كده خلصت السطر بتاع غرز الصدفة والعمود 1 2 3. ونثبت اول عمود واخر عمود في السطر بيبقى عمود عادي. ندخل في قلب الفراغ بتاع الصدفة ونعمل صدفة. نعمل فوق العمود العادي في السطر الاولاني اول عمود اهو، هنعمل عمود امامي. هندخل بالابره من ورا العمود كده، نسحب خيط نطلع. بقى عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط من حلقتين كده عملنا عمود امامي. احنا عملنا فوق الصدفه صدفه، وفوق العمود العادي نعمل عمود امامي. كده خلصت السطر اهو، عمود امامي. هننهي السطر، ندخل ناخد لفه على الابره، ندخل في 3 سلسله من غرز من سلاسل الارتفاع، ونعمل عمود عادي. يبقى احنا هنعمل عمود عادي في اول السطر وعمود عادي في نهايه السطر. على الابره الغرزه اللي وراها هتقابلنا العمود الامامي في السطر اللي فات، والعمود الامامي في السطر اللي فات. السطر ده بقى عمود خلفي عشان الشغل بتاعنا رايح جاي، فالعمود الامامي في السطر ده بقى عمود خلفي. ناخد لفه على الابره، ندخل كده من ورا العمود ونسحب خيط نطلع. بقى عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من حلقتين تمام. يعني سطر هنشتغل عمود امامي، وسطر هنشتغل فوق العمود الامامي عمود خلفي، وفوق الصدفه صدفه. النمط نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونرتفع ب غرزه عمود عادي فوق السلاسل، ونعمل فوق الصدفه صدفه. ولما نقلب الشغل هنلاقي غرزه العمود
اللي احنا كنا عاملينها السطر اللي فات بقت عمود امامي، هنعمل فوقها غرزه عمود امامي، وهكذا نستمر بهذا النمط ونرتفع بعدد من السطور. كده اشتغلت عدد من السطور لغايه لما عملت الطول المناسب لغايه لما وصلت لغايه الديل تقريبا 49 او 50 سم عشان الخيط بيمط. فنكتفي بالطول ده، الطول ده مناسب جدا. تمام. هنعمل غرز حشو على المرد الناحيه دي والناحيه دي. يبقى الخطوه الجايه هنعمل غرز حشو على المرد. تمام. ودوران الرقبه والمرد من الناحيه التانيه. كده الطول خلصناه. دي اخر غرزه، نرتفع في غرزه سلسله واحده ونشتغل كده في الاتجاه ده. نشتغل غرز حشو على سلاسل ارتفاع 2 غرزه حشو في الفراغ اللي ما بين السطر والسطر، غرزه حشو. كده انا عملت غرز حشو على المرد. تمام. ودوران الرقبه والمرد الناحيه الثانيه. وعملت في الاركان تبقى غرزه حشو سلسله، غرزه حشو في نفس الغرزه، يعني في الركنه دي والركنه دي والركنه دي والركنه دي، يعني 1 2 3 4. الركنه دي والركنه دي بتاعت المرد، والركنه دي والركنه دي بتاعت المرد. عملت ايه؟ غرزه حشو سلسله وغرزه حشو، يعني كده اخر غرزه حشو، بعد كده سلسله وفي نفس الغرزه غرزه حشو. تمام. كده المرد خلص. هنقص الخيط، نرفع الخيط ده لفوق كده وننضفه بإبرة التنظيف ما بين الغرز. الخطوة الجاية نشتغل الكم في تحت البط. هنا في 4 عواميد، هندخل في النص كده ال4 عواميد ونسحب خيط، نرتفع ب3 غرز السلسلة 1 2 3. ناخد لفة على الإبرة، هنعمل تناقص في غرزتين عشان الكم يطلع ملموم. ناخد خيط البداية ده معنا تحت الشغل، هندخل في الغرزة اللي وراها، نسحب خيط نطلع. عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط نطلع من حلقتين، نسيب حلقتين على الإبرة، ندخل في الغرزة اللي وراها ونسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط من حلقتين، يعني بنعمل عمود غير مكتمل. كده احنا عملنا تناقص في 2 عمود، بقوا عمود. بقى عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط نطلع من 3 حلقات، هنعمل تناقص في كمان 2 عمود. ندخل كده معانا طرف الخيط ده البداية تحت الشغل، نسحب خيط كده والغرزة اللي وراها هندخل كده تحت الغرزة، نسحب خيط. عندنا 3 حلقات على الإبرة، نسحب خيط نطلع من حلقتين. كده عملنا تناقص في عمودين. هنستمر نعمل عمود على كل عمود لغاية لما نوصل قبل نهاية السطر. هنا هنعمل تناقص في عمودين، نعمل عمود على كل عمود. نداري طرف الخيط ده معانا تحت الشغل ونكمل. كده عملت عمود على كل عمود لغايه لما وصلنا لغايه قبل نهايه السطر بغرزتين عشان هنعمل فيهم تناقص. اهي دي سلاسل ارتفاع. هندخل كده في قلب الغرزه، نسحب خيط. بقى عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط من حلقتين ونسيب حلقتين على الابره، وندخل في الغرزه اللي وراها نسحب خيط من حلقتين. كده احنا بنعمل تناقص في عمودين عشان يبقوا عمود واحد. عندنا 3 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من 3 حلقات. كده عملت تناقص في عمودين بقى عمود واحد. هنعمل تناقص في عمودين برضو كده كده. هنعمل تناقص في العمود اللي بعديه كده كده. عملت تناقص في عمودين في اول السطر وتناقص في عمودين في غير السطر. ندخل في ثالث سلسله 1 2 3 الغرزه الثالثه من سلاسل الارتفاع، ونسحب خيط ونعمل منزلقه. تمام. السطر الجاي مش هنعمل اي تناقص، هنعمل عمود على كل عمود. تمام. وندخل في راس العمود كده، نرتفع في اول 3 سلاسل ونثبت عمود، نعمل على كل عمود عمود، نرتفع بعدد من السطور من عمود على كل عمود، ونقفل الدور ونرتفع ب3 سلاسل ونعمل اعمده لغايه لما نحصل على طول الكم. كده الجاكيت بتاعنا خلص، وديت كميه الخيط اللي اتفضلت من الجاكيت. طبعا استهلكت حوالي 280 جرام.
بقى كده الفيديو بتاعنا خلص. جاكيت كحلي سن 10 سنين بناتي. ارجو لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله باذن الله. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.